واضحه يعني. لو هي بدها تضل خصوصيه يمكن هي ما already كانت موجودة. انشالت الفولو، عرفتي؟ ما كان انعمل اشياء بتدل على هذا الموضوع، صح ولا لا؟ شو اللي خلاك توصلي لهون بيسان؟ فيني اقول ما كان في نصيب، يعني ما اكيد فيك تقولي ما كان في نصيب، ما كان في وبالنهايه نصيب. كله بيتلخص بما كان في نصيب. اكزاكتلي يعني هو ما كان في نصيب. و يعني هديك الفترة كانت عن جد فترة حلوة كتير. كتير هيك عشنا أيام حلوة عن جد. وعشناها معكم. ايه أكيد. وآخر شي ما طلع في نصيب، يعني مثل أكيد كل بنت عم تحضرني مرت بهالفترة، بس أنا كإنسانة على السوشيال ميديا حسيت إنه عادة تعرف أكتر، فهمتي؟ أكيد. بس هاد شي كتير عادي، يعني أي شخص بصير معه هالشي. طبعا مش كل العلاقات بتتكلل بالاخر بالزواج او بتوصل للنتيجه يمكن اللي الشخصين كان بدهم يوصلوا لها. ومثل ما قلت يعني يمكن لو انت اي بنت هيدا الموضوع كان عدى ومرق، بس انت أنا إنسانة تحت الاضواء. تحت الأضواء عندك ملايين بيتابعوك، ملايين بيحبوك، وبدهم يعرفوا شو صار. يعني انه رحنا من فتره كان كل الوقت انتم سوا، لهلا انه انتم مثل ما قلت لك الوضع تغير، وطبيعي يكون بدهم يعرفوا. يعني حتى في وحده من المتابعين قالت لي بليز اساليها قولي لها انه نحن من حقنا نعرف شو صار. تعتبري من حقهم يعرفوا؟ هن من حقهم يعني بشي، ومو من حقهم بشي. يعني هن من حقهم إذا بحبوا حالهم أكثر مني. هذا لما يقولوا لي نحن من حقنا نعرف إن كتير بحبوني، بس كمان بدهم يعرفوا. بس أنا بقولكم إنه بليز يعني أحسوا فيني أنا في شغلات ما فيني أحكيها. شو بيعني لك الحب بيسان؟ الحب شي كتير حلو. أوكي. عن جد. أنا صح صغيرة بس الحب هو مو بس حب. الحب اهتمام. أوكي. وتضحية. تضحية. بحس أهم شي التضحية. يعني كل شي بالكلام بيصير، بس إنه يعني تضحي كرمال حدا، معناها أنت عن جد بدك هالحدا. أنت بدك حدا يحبك بالحكي وبالفعل، مش بس بالحكي. صح. ضحي يعني بدي حدا يعمل شي مشاني. كلنا فينا نحكي، بس كيف يعني يعمل شي مشانك؟ يعني يحسسني إنه هو ضحى مشاني، فهمتي؟